هنخالف امر البيه؟ لا ابدا، ما قصدتش. اطلعي حد طايل، على الاقل هتاكلي المحمر والمشمر. محمر ومشمر ايه انت كمان؟ يلا يا نعمة ما تضيعيش الوقت. حاضر حاضر يا فتحة فندي. اهلا يا نعمت. اهلا بك يا محمود بيه. انا الحقيقه باجي هنا يومين في الاسبوع، ببقى عايز استريح واستجم، بالاضافه اني اراعي هنا، وانا فكرت انك تبقي معايا هنا بصفه مستمره. عندك مانع؟ لا ابدا يا سعادة البيه. متشكر يا نعمت. انا يمكن يتعشى معايا ناس، لو سمحتي تأمري بتجهيز عشاء مناسب. أأمر مين يا بيه؟ أنا هعمل كل شيء بنفسي. متشكر. عن إذنك أنا خارج شوية. يا ترى يا خالتي انت فين دلوقتي وبتعملي ايه؟ انا حاسه انها مظلومه. طبعا يا ابني مظلومه، هو في احسن منها في الدنيا؟ تفتكروا يا عيال مش هنشوفها تاني؟ ما تقولش كده يا واد يا طنطاوي، فلا الله ولا فالك، ضروري هنوحشها وتجينا. انت بس هنشوفك يا نعمة. ايه يا واد انت وهي؟ ايه في ايه بتقولوا ايه منك له ليها؟ انا مش قلت لكم محدش يجيب سيرتها ابدا؟ ليه بقى ما نجيبش سيرتها؟ انا قلت كلمه وهي كلمه. بقى من يوم ما مشيت لا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا حد بيسأل على سلامتنا حتى، ومش عايزانا نجيب سيرتها كمان. اخرس يا واد انت وهو وهي، اخرسوا بقول لكم. ايه بقى اخرس يا يا نعمت يا نعمت يا نعمت، البيه وصل من مصر يا نعمت. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. مساء الخير. ازيك يا نعمت؟ مساء النور يا سعادة البيه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ازاي الجرح دلوقتي يا سعادة البيه؟ عال الحمد لله، خف وبقى عال زي ما انت شايف. الحمد لله. ايه ده كله ايه التغيير ده انت قلبت الدنيا خالص. دي الفيلا بقت هايله وحاجه تانية. على احسن ولا على اوحش يا بيه؟ لا على احسن كتير، برافو عليكي. وانت ازيك يا فتحي وازاي المزرعه؟ كله عالي العالي يا بيه، ولا ينقصنا الا طلعتك البهيه. يا سيدي تعيش. على فكره، نعم يا بيه، من بكره الصبح جايه لك لوريات محمله مكن تفريخ وادوات مزرعه للدواجن. للدواجن؟ ايوه، هنعمل هنا مزرعه فراخ. فراخ ده ايه يا بيه؟ على اخر الزمن هنبقى نبيع فراخ يا بيه ولا اسكت انت، ده مشروع هيبقى هايل ان شاء الله. خلاص يا بيه، حاضر. ان شاء الله هيبقى عظيم وربنا هيطرح البركه فيه. هروح احضر لك العشاء يا بيه. طيب على فكره وحشني قوي اكلك. ها عامله ايه مع البيه؟ كويسه قوي، راجل طيب وامير. كل البنات حاسدينك. قروا بقى قروا. حاسدني على ايه يعني؟ على ايه؟ انا عارفه على ايه. قصدك على الاكل يعني؟ اكل ايه؟ امال ايه تاني؟ يعني ما انتش عارفه؟ اعرف منين؟ بيقولوا البيه مستلطفك. ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ يعني ايه مستلطف؟ يا اختي وانا ملاني، وهو انا اللي قلت؟ بيقولوا ايه تاني عليا؟ اتكلمي يا اختي، ما انت لبشتيني. قولي يا فايزه، عيب كده. بصراحه يعني بيقولوا ان البيه فرحان بك يا. طب وفيها ايه دي؟ فيها ايه انه يفرح بيا عشان شايفه طلباته؟ مريحاه في بيته في اليومين اللي بيقعد فيهم هنا. فيها ايه دي؟ ما هم بيقولوا الحكايه مش حكايه خدمه وخلاص. بصراحه بيقولوا انه باصص لك بصه تانية، انه يعني بس اسكتي ما تكمليش. هو انا ناقصه كلام عليا؟ مانيش ناقصه ابدا. كفايه اللي شفته. وقفت قدام حرام كركب عليا الدنيا وعلى دماغي وشردني. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ما بقولش حاجه، سيبيني في حالي. رايحه فين يا نعمه؟ يا نعمه يا نعمه. شفت المكن يا نعمت؟ مكن ايه؟ ايه نسيت المشروع بتاعك، المكن بتاع مزرعه الفراخ؟ ما شفتش حاجه. ايه مالك؟ مفيش حاجه. لا مفيش ازاي؟ قلت لحضرتك مفيش حاجه. طب حضرت الغدا؟ هحضره، بس بعد ما هتتغدى هلم هدمتني وانزل المزرعه. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هشتغل مع زمايلي في قطف العنب. طب ما انت بتشتغلي هنا في الفيلا، ايه اللي هيمرمطك تحت؟ مش هنا احسن؟ لا مش احسن. مش احسن؟ ايه اللي جرى؟ فهميني ايه الحكايه. مفيش حاجه، بس مش عايزه استنى هنا عشان خاطر النبي يا شيخ تخليني اشتغل تحت مع زمايلي. طيب افهم في ايه بس؟ انا زعلتك في حاجه؟ لا ابدا. يكون فتحي ضايقك بكلمه؟ فتحي ما قاليش حاجه. امال ايه بقى؟ انا حلفتك بالنبي تسيبني انزل مع زمايلي. خلاص عايزه تنزلي اتفضلي، ما حدش هيشك. تعيش يا بيه، ربنا يخليك. رايحه فين دلوقتي؟ رايحه احضر لك الغدا وبعدين انزل. اتفضلي يا ستي، مش عايز منك لا غدا ولا غيره، انا هعرف اتصرف. ولا انت فاكراني مش هعرف اكل من غير حضرتك؟ لا يا بيه العفو،
الدنيا ملهاش كبير والحياة ماشية في طريقها على طول، ما بالك أنا الصغيرة اللي ماليش قيمة. طيب اتفضلي. ما تزعلش مني النبي يا شيخ، ما تزعل مني. قلت لك مش زعلان. يا نجيه. ايوه يا سعاده البيه. حضري لي الغداء وانا. حاضر يا بيه. حاجه تجنن. يلا يا بنت انت وهي يا بنت اشتغلوا بهمه. والله ما انت وش نعمه. ليه بقى يا اخي؟ بقى تسيب الفيلة والراحة والأكل الطاري وخدمة البيت وتيجي هنا في التعب والشقة ده؟ المهم راحة البال يا فايزة، أنا بالي مرتاح كده، مال أنا ومال الدوشة واللي قالت واللي عادت، أنا عايزة أعيش جنب الحيطة. يلا يا اختي يا فالحة اللي بتتحدتي هناك اشتغلي. يا باي فتحي باصصلك يا نعمة. ما أنا عارفة إنه هيقرش ملحتي. انت يا اختي اللي بتتكلمي. ما أنا شغالة أهو يا سي فتحي. انا ما احبش حد يرد عليا، مفهوم؟ مفهوم يا سي فتحي. وما تقوليش مفهوم كمان، وما تفتحيش بقك خالص. يعني ما ردتيش حمار انا بهاتي؟ مش انت اللي قلت لي ما تفتحيش بقك؟ طب اشتغلي يا اختي اشتغلي وبلاش لماضه. يلا يا بنتي انت وهي شاهدوا. يلا اشتغلي يا بنتي من ايديك. يلا يلا يا بنتي. تعالى يا فتحي. خدامك يا بيه. عرفتي ايه الحكايه؟ طبعا يا بيه طبعا. هو في حاجه ممكن تحصل فيك يا مزرعه ما اعرفهاش؟ الناس كلها ليها جوز عيون وانا ابو 4. اختصر وقول عرفتي ايه. عفيني يا بيه. يعني ايه عفيك؟ اصلي بصراحه مش هقدر اقول. مش هتقدر تقول ليه؟ اصله كلام ما يتقالش. قول فيه ايه؟ بيقولوا ان حضرتك قال يعني مستملحها وقال ايه يعني. خلاص اخرس. ما انا قلت لحضرتك بلاش اقول. مين اللي بيقول الكلام الفارغ ده؟ وبنات في قلب بعض يا سعاده البيه، وزي ما تقول حضرتك كده بيغيروا من بعض. يمكن تكون ناجيه مثلا هي اللي بتطلع الكلام ده يعني عشان اتركنت على جنب. انما وشرف النبي يا سعاده البيه، انا عارف ان نعمه دي ملاك نازل من السماء، وانت برضه ملاك يا بيه. طب خلاص اسكت. حاضر يا بيه هسكت. تعالى يا نعمه. نعم يا بيه. قالوا ان حضرتك عايزني. اقعدي. العافيه. اقعدي. حاضر. برضه مش عايزه تقولي لي انت سبت الفيلا ونزلتي تشتغلي مع البنات ليه؟ مفيش حاجه يا بيه. عارفه اني سبت شغلي في مصر الاسبوع ده واستنيت مخصوص عشان اعرف منك السبب ايه؟ للدرجه دي شغلك الحكايه يا بيه؟ الخدامين كتير يا سعاده البيه. اولا انا ما احبش اسمع منك الكلمه دي. ثانيا رغم بساطه الحكايه جدا انا ما احبش افوت حاجه ابدا، بحب اعرف كل كبيره وصغيره. اتفضلي قولي لي سبتي هنا ليه؟ اعفني يا بيه، اعفني وريحني، الله يريح قلبك. اذا كنت يعني هسبب لحضرتك مضايقه، انا مستعده اسيب المزرعه، لو اني وحياتك مش انا اقول لك انت سبت الفيلا ليه. انت سبتيها لان ما عندكيش شجاعه كافيه. مع اول كلمه سمعتيها كشيتي وخفتي ولميتي هدمتينك وجري على تحت. شفتي مني ايه وحش عشان تخافي على نفسك؟ العفو يا سعاده البيه، ده انت سيد الناس ومتربي، هو في بعد كده اخلاق؟ ما هو يا اما انت مش واثقه فيا يا اما ما انتيش واثقه من نفسك. لا يا بيه، لا كده ولا كده، بس احنا عندنا في الفلاحين بيقولوا الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. لا، ده الناس الضعاف اللي تعمل كده وتقول كده. انا الباب اللي يجيني منه الريح افتحه واقف قصاد الريح، ويقدر اصدها يا تقضي عليا. لازم اواجه كل شيء بشجاعه، وانا كان بيتهيألي انك مليانه قوه. يا بيه حضرتك راجل، حضرتك ما يهمكش من الحاجات دي، انما انا اقل كلمه تجرحني. مفيش حاجه اسمها راجل وست. ازاي يا بيه؟ هو كده، واللي كان لازم يخاف على نفسه واسمه هو انا، لان انت يعني هتكوني ايه؟ الله يسامحك. انا متاسف، انا ما اقصدش، انما انا عايز اشرح لك ان عارفه اني ولا حاجه، عارفه اني ماليش كنيه ولا قيمه، كل اللي املكه اني احافظ على كرامتي. تحافظي على كرامتك انك ما تعمليش الغلط، مش تخافي من كلام الناس. عارفه البنات بيقولوا ايه دلوقتي؟ لا مش عارفه. بيقولوا انه بعد ما زهق منها سابها. بقى ده كلام؟ يعني كده الناس متكلمه عليكي وكده الناس متكلمه عليكي، انما لو وقفتي قصادهم بالصح اللي بتعمليه شويه شويه كل حاجه هيحط لسانه في بقه ويسكت. الحكايه دي شغلت حضرتك اكتر من اللازم. قلت لك انا ما احبش افوت حاجه ابدا. نعمت. نعم يا بيه. انزلي هاتي هدومك وتعالي. ايوه يا بيه، بس اذا كنت حاسه ان اللي بتعمليه صح انزلي هاتي هدومك وتعالي. حاضر يا سعاده البيه، حاضر.
ايه يا نعمت؟ ما عندكيش حاجه كده ولا كده ناكلها؟ عندي الخير كله. طب هاتيلي ورك ولا صدر وسلطانيه شوربه. حاضر، اتفضل اقعد هنا يا سي فتحي. تعيشي يا نعمت. سعادة البيه بيحبني قوي. مش بيقولك برضو كده؟ امال طبعا. وانت طبعا بتقولي له ان انا شغال عال. ما انت عارفه بقى انا بحب البيه واحب